سؤال دايما بيطرح كتير جدا: هل الطلاق أفضل ولا الخلع؟ عشان نرد على السؤال ده لازم نشوف قصة الخلع إيه. الخلع، الزوجة بترفع دعوى الخلع وما ينفعش إنها تطالب بنفقة زوجية، مؤخر الصداق، نفقة العدة والمتعة. دي الأسباب، وبكده بتخلص دعوى الخلع. ودعوى الخلع مدتها أقل، يعني أقل بكتير من دعوى الطلاق. دعوى الخلع ملهاش استئناف، تمام؟ ما فيش علاقة ما بين دعوى الخلع وقايمة المنقولات. قايمة المنقولات دي فرع، والخلع فرع تاني خالص. مفيش ارتباط حاليا لحد وقتنا هذا، مفيش ارتباط ما بين دعوى الخلع وقايمة المنقولات. أما الطلاق لازم يكون فيه سبب للطلاق، ويكون السبب بناء على ضرر مادي وأدبي أصاب الزوجة، والضرر يكون واضح. وبتحال دعوى الطلاق بنسبة 100% للشهود اللي بيثبتوا الضرر اللي وقع على الزوجة، ضرر مادي ونفسي وأدبي. طيب، زي إيه؟ الطلاق للهجر، الطلاق لعدم الإنفاق، الطلاق للزواج بأخرى. وبالنسبة للزواج بأخرى لازم يتم رفع دعوى الطلاق خلال سنة من الزواج بأخرى. الطلاق لسجن الزوج، بالنسبة للطلاق لسجن الزوج لازم يمر سنة على سجن هذا الزوج، تمام؟ ويكون الحكم نهائي. طيب، يبقى عندنا الطلاق محتاج أسباب قوية واقعية ملموسة مادية للزوجة عشان تطرح دعوى الطلاق في المحكمة. ودعوى الطلاق تاخد مدة مش كتير، لكن ليها استئناف، ليها استئناف. وفي الطلاق لاستحكام النفور، تمام؟ لاستحكام النفور هنا المحكمة بتوائم ما بين خطأ الزوجة وخطأ الزوج، بحيث من حق القاضي أن يخصم من حقوق الزوجة الشرعية. حقوق الزوجة الشرعية هنا النفقة الزوجية، مؤخر الصداق، نفقة العدة والمتعة اللي أنا بتكلم عليهم. من حق المحكمة إنها تقول مع نصف حقوقها الزوجية. يبقى الطلاق مع إعطائها نصف حقوقها الزوجية، ده لما بتكون الزوجة جاية في مسألة الطلاق لاستحكام النفوذ. وبرضه في سوء العشرة، الطلاق بسوء العشرة لازم الزوجة تحدد ايه المشكلة عشان المحامي يقدر يطرحها في دعوة سليمة امام المحكمة. هي دي قصة الخلع والطلاق. شكرا.